عيش حياتك مع النجوم على تليفون 2 401 75 70. راديو عيش حياتك، راديو النجوم. قضي أجمل أوقاتك على راديو عيش حياتك. ودلوقتي جه ميعادنا مع الكابتن محمد إبراهيم وعيشها كورة. راديو عيش حياتك. عيشها كورة مع محمد إبراهيم وعلى راديو عيش حياتك. في بداية حلقتنا النهاردة هناخد نتائج الجولة ال24 في الدوري الممتاز سريعا، ونرجع بعدها مع كابتن حسام رضوان ضيفنا النهاردة وهو مدرب بتروجيت للناشئين. ناخد نتائج الجولة ال20 اللي كلها بتصب في مصلحة نادي الزمالك. الإسماعيلي بيتعادل مع الأهلي منذ قليل بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، والرجاء وإنبي التعادل أيضا بهدفين لكل فريق. وبالنتيجتين دول يبتعد نادي الزمالك بسيطا وعنده مباراة مع نادي وادي دجلة في الأسبوع ال24. لو كسبها هيوسع الفرق برقم كبير عن أقرب منافسين اللي هو نادي إنبي. وتعادل نادي الاتحاد السكندري مع نادي الشرطة 1-1، والنصر يتعادل مع المصري البورسعيدي بدون أهداف. والمقاولون يخسر في الوقت بدل الضايع من المقصة بعد أن متقدما بهدف لنادي المقاولين. خسر في الدقيقة 93 و94 من نادي مصر المقصة بهدفين مقابل هدف. والجيش والحرس التعادل بهدف لكل فريق. ودمنهور والجونة يخسر دمنهور على ملعبه ويواصل نتائجه السلبية ويتزيل ترتيب الجدول العام ويخسر بهدف مقابل هدفين لنادي الجونة. وهيتبقى 3 مباريات هيتلعبوا غدا إن شاء الله. الأسيوطي مع بتروجيت، والداخلية مع سموحة، والزمالك مع وادي دجلة. وكده طبعا بيكون نادي الزمالك الأول برصيد 48 نقطة وعنده مباراة مؤجلة مع نادي وادي دجلة. وإنبي في المركز الثاني برصيد 44 نقطة. أما النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة وله ماتش مؤجل. حتى إذا فاز في هذه المباراة سيبقى في المركز الثالث. كان عندنا مباريات في دوري أبطال أوروبا. النادي الأهلي بيفوز على الجيش الرواندي ب 2-0 وبيصعد إلى دور ال 16. أحرز هدفين مؤمن زكريا. وهيقابل النادي الأهلي الفريق المغربي المغرب التطواني. مباراة هتكون صعبة شوية. سموحة بيحقق مفاجأة كبيرة وبيفوز على أنيمبيا بهدفين مقابل لا شيء أيضا في الوقت بدل الضايع بعد أن كان هدم في مباراة الذهاب بهدف نظيف. وكده يصعد إلى دور ال 16 وهيكون عنده مواجهة أيضا قوية مع ليوبارد بطل الكونغو. أحرز أهداف سموحة هاني العجيزي من ضربة جزاء، ولاعب كواو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع. أما في الكونفدرالية الزمالك يصعد بعد الفوز خارج مصر على رايون سبورت الرواندي ب3 أهداف أحرزهم أحمد عيد عبد الملك وعلي جبر وإبراهيم صلاح، وبيصعد بيهم إلى الدور ال 16 وهيقابل أيضا بطل المغرب النادي الفتح الرباطي. بتروجيت هو الخاسر الوحيد والخارج الوحيد من الفرق المصرية، وبيهدر الفوز سهل جدا وصعود كان بسيط، كان في متناول ايد اللاعبين. وتعادل سلبيا مع بطل مالي ديوليبا. وكده مجموع المباراتين يخرج نادي بتروجيت لانه كان خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف. كان بيحتاج من هدف واحد بس لكن ما حصلش نصيب. طبعا النهارده بيشرفنا نجم لعب في كذا نادي من أندية الدوري الممتاز. من النادي كان في ناشئين النادي الأهلي ونادي دينا زمان ونادي طنطا، ولعب أيضا بتروجيت ومنتخب السويس، وله تجربة احتراف بسيطة في نادي بنياس الإمارات الذي لعب له اللاعبين المصريين محمد أبو تريكة ومحمد زيدان، ونادي الرشيد اليمني. وحاليا هو مدرب في نادي بتروجيت. وحلقتنا النهارده عايزين طبعا نتكلم فيها عن الناشئين وكيفيه اعداد ناشئين يفيدوا الكره المصريه. ضيفكم النهارده كابتن حسام رضوان. اهلا وسهلا كابتن حسام. اهلا بك يا كابتن محمد واهلا بالمستمعين.
اهلا وسهلا بك. كابتن حسام رضوان هو مدرب لنادي ناشئين نادي بتروجيت. وطبعا احنا في البدايه طبعا احنا حابين نفهم الاهتمامات اللي بتتقدم للناشئ المصري. يعني انت اول ما بيجي لك ناشئ، ايه اول اهتماماتك من ناحيته؟ بتهتم بالانهي نواحي؟ النواحي البدنيه، النواحي الفنيه؟ فكلمنا بقى، قول لنا ايه البدايه، ازاي بتكون الاهتمامات بالناشئ ده؟ والله يا كابتن محمد، احنا في البدايه اول ما بنبدا اختيار بالنسبه للاعب، اول حاجه بنبص ان الولد موهوب ولا مش موهوب. لو كان ان الولد موهوب، احنا اهم حاجه دي عندنا. بنفضل نبص احنا ان شاء الله يعني في الملعب على تحركه في الملعب، على رؤيته للملعب، على الباص بتاعه. بنبدا نشتغل معاه على كل الامور بقى، المهاريه، الخططيه، التكتيكيه. دي بالنسبه لاعمار السن الصغيره اللي هي بتبقى لحد كام سنه؟ طبعا احنا بنبدا، طبعا حضرتك عارف من مصر ان احنا بنبدا من اول 2008 لحد 2001. دي تعتبر براعم. ليه؟ يعني انت عندك، يعني حضرتك اول مسابقه بتلاقيها في مصر 2003. 2004 لا مهرجانات، 2005 مهرجانات. هي 2003 اللي هو 12 سنه 12 سنه 13 سنه 13 سنه لا 2002 و2001 نفس الكلام. تمام. اول مسابقه رسميه تعتبر كحداشرات اللي هي 2001. انما بقيت بقى من اول 2002 بيلعبوا 8 ب 8، 2003 7 ب 7، 2004 6 ب 6 كده. يعني كل ما بنطلع مرحله كل ما في ولد بيقل يعني من اللعيبه. تمام. لحد انهي عمر يقدر الناشئ ان هو بيتقبل الاوامر؟ يعني عارف انت في مرحله معينه تحس ان خلاص، يعني انت تقدر تقول له تواجه كده، اعمل كده، اجري كده. في مرحله ثانيه تحس ان خلاص هو متعود بيجري بالطريقه الفلانيه، بيبقى عنده صعوبه لاستيعاب التعليمات او الاوامر. دي بتفرق معاك ولا هو بيبقى في لعيب عنده ليونه ومرونه ان هو يتقبل لاي سن؟ لا بص يا كابتن محمد، هي كل مرحله سنيه ليها خططها في الملعب وليها القواعد بتاعتها. عندك مثلا ابتداء مثلا في مثلا 2004 او 2003 بيلعبوا 7 ب 7، بيلعبوا بعرض الملعب. الولد النهارده احنا طالبين منه بس الحته المهاريه، ما بنطلبش منه الحته البدنيه خالص ولا القوه. اهم حاجه الولد ينزل يعني يمتع نفسه، يمتعنا احنا كمدربين. السن ده بقى مش عايز مدرب، بيبقى عايز معلم، او انا اسف الكلمه داده. تمام. ليه؟ الولد بيتقبل معاه كل حاجه. الولد في وسط الماتش يا كابتن انا اسف الكلمه اخش WC، عمرك ما تقول له لا، بتطلعه بره الماتش، بتدخله. سن 2002 ده بيلعب 8 ب 8، بيلعب من 18 ل 18. ده دي مرحله اسمها في الكوره اسمها مرحله انتقاليه. الولد بينتقل من حاجه لحاجه. مثلا هو السنه اللي قبل منها يعني 2002 السنه اللي فاتت كان بيلعب بعرض الملعب 7 ب 7، السنه دي بيلعب من 18 ل 18 بطول الملعب. انت النهارده بتحفظ السيرد باك، بتحفظه الباك رايت، بتحفظه الباك ليفت، بتحفظه المكان اللي هو بيلعب فيه. بالظبط كده، بفضل احفظه المكان. طب انت بتختار المكان للعيب ده ازاي؟ يعني انت دلوقتي مصر كلها بتنزل انا عايز العب مهاجم. تمام. يعني اي لعيب تيجي صغير انت بتلعب ايه؟ يقول لك انا عايز العب مهاجم. تمام. نادرا لما حتى الجون بتلاقي صعوبه انه يقول لك انا عايز اقف جون. انت بقى بتقدر تختار اللعيب، انت تلعب سيرد باك، انت تلعب باك رايت، انت تلعب بلاي ميكر. بص يا كابتن محمد، هي كل خط في الملعب ليه رجالته او ليه ناسه. ما ينفعش اخد ولد قوامه صغير العبه سيرد باك، ما ينفعش اخد ولد مثلا نحيف العبه باك رايت، ما ينفعش مثلا اخد ولد مثلا يعني رجله مثلا مقواصه او حاجه اروح مثلا بلاي ميكر. لا، كل خط ليه مميزاته. احنا بنفضل نحفظ الولد على المكان بتاعه. بشوف الولد بيبقى فيه رؤيه. الولد مثلا يصلح يلعب فيرود بلعبه فيرود، يصلح يلعب سيرد باك بلعبه سيرد باك. انا بتكلم ان انت ممكن تحطه في كذا مكان بالظبط كده حسب رؤيه الواحد في الملعب. وما شاء الله مصر مليانه مواهب، والنهارده 3/4 لعيبه مصر كلها نص ملعب. النهارده احنا مهاجمين. احنا النهارده بنعاني من العمود الفقري بتاع الفرقه اللي هو مثلا السيرد باك، ديفندر، الفيرود. ده احنا بنعاني منه. ده اهم حاجه القوام بتاع الفريق. العمود الفقري بقى هو ده. انما بالنسبه للباك رايت او الباك ليفت ده ليه متطلبات ثانيه. لازم الولد يبقى قوي وسريع وبيهاجم وبيدافع. وسط الملعب لازم يبقى عايز مثلا ولد مهاري، ولد تبقى كورته عاليه، يوصل ويستلم وقفته تبقى كويسه، عنده رؤيه في الملعب. الفيرود دي طقوس تانية خالص، لازم يبقى قوي سريع، بيلعب بدماغه كويس، سبورت كويس. انا برضه سؤالي اللي هو يعني انت بتركز قوي بتجربه في كذا مكان، ولا انت اول ما بيجي مثلا لعيب يقول لك انا بلعب فيرود فبتنزله فيرود؟ لا ولا انت بتروح منزله تشوف؟ لا ده سؤالي. لا كابتن محمد، هو الولد احنا بنركز معاه في البدايه، بنشوفه ايه اللي يصلحه، المكان اللي هو بيصلح فيه. انا كمدرب بشوفه له بلعبه فيه. النهارده الكوره كلها وجهات نظر، المدرب بيختلف عن المدرب في وجهات نظر. ممكن انا ولد مثلا العبه فيرود، يجي مدرب ثاني يروح يلعب سيرد باك. هي راح حسب رؤيه المدير الفني او المدرب بتاع الفريق.
طيب مصر بقى دايما طول عمرها طبعا دي ولاده للمواهب، حاجه ما فيهاش نقاش، بس احنا بقالنا فتره ما بنشوفش مواهب حقيقيه بتظهر، واذا ظهرت بتختفي سريعا او ما بتكملش في مرحله اللي هي ما ظهرت عليه في مرحله الناشئين. فجاه بيرجع اللاعب لما بيصعد للفريق الاول بيختفي او بينهار بلغه الكوره. ايه سبب الاختفاء ده؟ بص يا كابتن محمد، احنا النهارده المنظومه في مصر عايزه اعاده هيكله من البدايه. انا هتكلم بصراحه ووضوح. احنا عايزين الصراحه والوضوح. النهارده يا كابتن محمد، انت النهارده الولد من اول 2003 ولا 2004 بنفضل نحرق فيه لعب بطولات الصبح الساعه 9، ضغط مباراه، ضغط تحت الشمس، ضغط من اولياء الامور، ضغط من المدرب. انا المدرب عايز اكسب ومش عايز اخسر، عايز اكسب عشان خاطر اقعد في فرقتي وامسك فرقه ثانيه. ما يهمنيش بقى اطلع ولد ما اطلعش ولد، دي مش فارقه معايا، اهم حاجه نكسب وخلاص. بلعب باي ولد مسنن. بقى النهارده التسنين في مصر ده بقى مبهدل الدنيا خالص. كنت عندنا نتكلم فيه دلوقتي مرحله التسنين دي، لكن بعد ما نشوف اجابه السؤال ده. ما انا جاي لحد في الكلام اسمع. عشان كده المواهب ان احنا النهارده بنفضل نحرق في الولد من اول 2003 لحد ما بيوصل 20 سنه. الولد ما بيجي بيوصل لمرحله مثلا هي فوق 20 سنه خلاص طلع كل اللي عنده واتحرق مننا بالعربي زي ما بيقولوا. عكس اوروبا بره اول بطوله 16 سنه، من تحت 16 سنه دي كلها تعليم كوره، اساسيات كوره. تمام. عشان كده بيفكونا بيعدونا. ما انا لسه اقول لك، هي اللي كان برضو الفرق ما بين عندنا في مصر وبين اوروبا بيعتبروا مرحله الناشئين دي اسمها المرحله التعليميه زي ما حضرتك قلت. تمام. بعد كده بيبدا بقى يحطوا، يعني ما بيهتموش بحته المسابقه للفوز او ان انت تفوز ببطوله او ان انت لازم تكسب بطوله. احنا هنا في مصر من اول دوري ل 14 سنه بتلاقي الاهتمام بالفوز بالبطوله من ناحيه المدربين، وان دي حاجه لازم تاخد البطوله دي. فده بيخلي اللعيب يعني بيستنفذ كل ما لديه من طاقه، يعني بيطلع كل الطاقه اللي عنده عشان ياخد البطوله، والضغط اللي بيتحط تحتيه برضه زي ما انت قلت من اولياء الامور ومن النادي ومن المدربين. فده الفرق ما بيننا وما بين اوروبا. وعشان كده بتلاقي عندهم بره اللعيب طالع فريش، عكس عندنا هنا بتلاقي اللاعب طالع مهلك او محروق بقى بلغه الكوره، او هلكان باللغه الدارجه بتاعتنا ان هو بيبقى مش قادر، ما عندوش جديد يضيف. عندنا امثال كتير على فكره. يمكن انا من ابسط الامثال اللي يمكن شفتها بعنايه وقدامي احمد شكري. شكري كان من ضمن لاعب النادي الاهلي ولاعب سموحه حاليا، كان من ضمن اللاعبين بتاع في النادي الاهلي كل يعني متصعد مع كذا. كمان ده لسه اقول لك التصعيد، ان انت مثلا لما بتلاقي لاعب عنده 14 سنه سنه مستواه كويس بتاخده من سن ال 14 وتروح حاططه في سن يلعب دوري مع 16 او مع 17. فدي حتى دي بتعمل يعني اوفرلود، ضغط زياده على اللعيبه. دي نقطه بتبقى مشكله كبيره قوي. عندي بقى حاجه كده بتخص المدربين شويه، يعني عارف فتره الناشئين دي دايما بتبقى محتاجه مدرب كفء جدا. انا شخصيا بعتبرها بحتاج مدرب كفء عن فريق الدرجه الاولى. لان انت في مرحله الناشئين دي انت بتحط لي الاساسيات، بتحط للاعب اساسيات الكوره وازاي يقف وازاي يتحرك وازاي تختاره زي ما انت لسه قايل من شويه، العبه ايه في الملعب واديله الواجبات بتاعته ايه. حتى بره في اوروبا بنشوف ان اللعيبه اللي مثلا امثال كريستيانو رونالدو وميسي ورونالدينيو كانوا بينزلوا ليهم يوم في الاسبوع، بينزلوا للناشئين اللي هو من اول مدرسه الكوره مثلا عندهم، يعلموهم المهارات ويعلموهم ازاي يعمل، كل لعيب يعمل المهاره بتاعته. احنا عندنا هنا في مصر العكس، بيحط لك بيجرب في الناشئين. اي مدرب جاي له جديد ينزله مسكه ناشئين، ولو عندك مدرب مميز صعده فيه. فبنعكس المنظومه. بص يا محمد، انت حضرتك يعني ايه جاوبت على السؤال انا كنت لسه اتكلم فيه. النهارده للاسف احنا في مصر اول لما لعيب الكوره بيبطل بعد احترامي ليهم بيمسكوه اصعب مرحله اللي هي مرحله البراعم. مرحله البراعم دي يعني في دول عربيه كتير زي سباير في قطر، زي في الامارات الوحده الاماراتي والنادي العين الاماراتي، الشرق الاماراتي، كل الحاجات دي طبعا تجارب انا شفتها قدام مني. النهارده لما بيجيبوا بيمسكوا مدربين للمرحله دي، بيبقوا طبعا مدربين مثلا في امثال مثلا زي كابتن حسن شحاته، زي كابتن الله يرحمه طه بصري، الناس الكبار دول عشان بينقلوا الموهبه بتاعتهم وفكرهم كله للبراعم. النهارده الولد عشان يطلع من تحت يبقى فاهم الاساسيات كلها عشان يقدر يخدم فوق. ان احنا للاسف النهارده اي حد يبطل يروح ماسك البراعم. النهارده البراعم دي لها شغل تاني خالص في الوحدات التدريبيه، في الجمل التكتيكيه، في الخططي، في البدني، في الاعمال، في العوامل النفسيه، في الذهنيه. دي مميزات تانية خالص وليه شغل تاني خالص مختلف عن الدرجه الاولى. عشان كده بالتالي احنا هنا في مصر قلبين الايه. هو اليومين دول الحمد لله فضل من ربنا، كابتن محمود سعد ماسك مدير الفني قطاع الاتحاد الكوره. كابتن محمود ملم بكل المواضيع دي، حتى كنا احنا لسه متواجدين معاه في الرخصه دي
بتاعت الاتحاد الافريقي. الراجل عايز يعمل حاجات جديده، عايز يبتدي النهارده من المناطق والمحافظات، هيبدا يعمل منتخبات براعم ومنتخبات قطاعات، هيمسك الحاجات دي للمدربين الاكفاء اللي يقدروا يلموا بالاجزاء الصغيره دي. عشان كده احنا عندنا المواهب في مصر يعني بتنكرد بدري بسبب كل المفهوم ده، بسبب ان هي عكسين، هي منظومه مقلوبه بالظبط كده في كل حاجه. بس طالما انت متفائل بالكابتن محمود سعد، فاحنا هنتفائل ايضا بيه، واحنا يهمنا الاصلح، الصالح والاصلح. طبعا ده غير ان في نقطه برضو كنا بنتكلم مع بعض فيها، حته ان اختيار المدربين في حد ذاته برضو بيكون عليه عامل كبير. يعني ان انا اختار مدرب احطه مع الناشئين مش مش بالاسم، خلينا نتكلم، لكن بالكفاءه. قد يكون لاعب وليه اسم كبير وحقق بطولات وكل حاجه، لكن كفكر تدريبي مش موجود. بس التدريب ده علم، مش موهبه زي الكوره. لا علم بالظبط. عايزني بقى في نقطه اللي هي عايز اقول لك دي سبب الحلقه بتاعتنا النهارده. الناشئ عندنا طبعا احنا بنهتم بالناشئ من النواحي البدنيه، وبنهتم بيه جدا لو هو بقى لاعب صاحب مهاره، لكن بنفتقد حاجات صعبه جدا جوه اللاعب، وبالتالي اللاعب بيطلع لنا ناقصه حاجه. بالبلدي كده نتكلم، باللاعب بيطلع عن مفتقد الثقافه العامه في التعامل كلاعب كوره نجم. يعني بتشوف مثلا اللعيبه بتمر بمرحله الناشئين، تلاقي كل الاهتمام عليه من الناحيه البدنيه والناحيه المهاريه، لكن بيفتقد بقى فيما بعد اللي هي الثقافه، مش ثقافته كقرايه او ثقافته كعلم، لا كثقافه في التعامل. اذ لما بيكون اللاعب ده وصل لفريق اول في نادي كبير وبقى نجم، الموضوع بيختلف. لو حد انتقده ما بيقدرش يتعامل تحت ضغط، لو اتحط تحت ضغط من اعلام او جمهور برضه ما بيقدرش يتصرف، تصرفه بيكون بنسبه 90% غلط. قول لنا انت تقدر تتعامل ازاي، او ايه الحلول ان احنا نطلع لعيبه عندها ثقافه في التعامل مع الامور اللي احنا اتكلمنا فيها. بص يا محمد، انا بعاني من الجزئيه دي. انا ماسك سن 2002 يعني 13 سنه. تمام. بعاني منها ازاي؟ انا دايما بشرح للاعيبتي كل كلامي مع محاضرات نفسيه، محاضرات ذهنيه. النهارده انا عايز اخلي الولد، طالما انت دخلت نادي او دخلت المستطيل الاخضر، احترم ان انا كراجل لعيب كوره، انا ماليش دعوه كبار. الولد بيجي لي عايز يهزر، عايز يضحك، عايز يعمل اي سخريه مع زميله. كل الحاجات دي انا بحاول اخليها له بره الملعب. انت نزلت الملعب، احترم الملعب، احترم المستطيل الاخضر. بمثلها لهم انا بمثل يعني بلدي شويه، اقول لهم يا جماعه النهارده الولد في فصل سنه اولى ابتدائي، بعد 20 سنه الفصل دوت بيطلع منه الدكتور، بيطلع منه المهندس، بيطلع منه انا اسف في كلمه سواق التوك توك بعد احترامي ليهم، بيطلع منه لعيب الكوره مختلف الطبقات. بالظبط كده. بقول لهم يا جماعه ايه اللي بيفرق ما بين المهندس وما بين لعيب الكوره؟ العقل ده بيشغل مخه، بيحترم، بيستوعب المعلومات اللي المدرب بيقولها له. ده ما بيستوعبش بيهزر وبيضحك. طبعا كل حاجه اقدار، يعني كل حاجه ايه، نصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس احنا بنسعى ان انت النهارده لعيب كوره موهوب، لا ثقف نفسك، اسمع كلام المدرب بتاعك عشان خاطر تعرف انت عايز ايه. انت عايز ايه من الكوره؟ عايز توصل في الكوره ولا مش عايز توصل؟ عايز تبقى نجم ولا مش عايز؟ النهارده في اولاد بيتقبلوا الكلام، في اولاد ما شاء الله بقمه الادب والاحترام، برضه حسب البيئه اللي بيطلع منها. انا اسف في الكلمه، النهارده اولياء الامور في كل ولي امر فاكر ابنه الخطيب ولا ابو تريكه ولا ميسي، بيبقى زارع دي جواه. الولد نلعبه ما يلعبوش يزعل ويروح مدينا بوز. طب الولد جابها منين؟ بتيجي من البيت، من البيئه. يعني النهارده كل اولياء الامور، حتى اللي بتكلم باولياء الامور بعمل لهم دايما احصاءات كل شهر. الولد زاد ازاي ونقص ازاي، الولد النهارده عنده كام باص، عنده كام باص. النهارده الولد كان في المطوشه مثلا زي اهلي، انبي، مقاولين، الدرجه بتاعته كانت ايه في المطوشه، في الماتشة الثانيه كانت ايه، الثبات الانفعالي بتاعه في المباريات بيختلف ولا ما بيختلفش. بقى عامل لهم داتا لكل لعيب، الداتا دي بخلي ولي الامر يساعدني فيها عشان البيئه اللي يطلع منها. احنا النهارده عندنا الثقافه للولد معدومه من البيت مش من المدرب. طب ليه ما بتعملش يعني، او انت ما بتفكرش تعمل اجتماعات بس باولياء امور اللاعبين دي؟ والله كانت محاولة. احنا الحمد لله بفضل ربنا السنه دي احنا بروجكت عملناها، يعني بروجكت الحمد لله بروجكت السنه ماشيه بس بطفره كويسه. ابتدينا نجيب اولياء الامور لكل فرقه، نقدر نتكلم معاهم على اساس خاطر برضه يساعدونا في البيت. الولد بيجي لي الملعب بيبقى ماشي كويس قوي، بيروح البيت بيرجع لي تاني بريه انا اسف كده معوج. زميله لعب وهو ما لعبش، بيفضلوا يبصوا لبعض.
لا احنا دي خالص دي لغيناها. بنحاول نخلي ولي الامر يساعدنا زي ما احنا في الملعب بنساعد ولي، اللي هو يفصلوا البيت، يعني يفصلوا فكره ان انت تتكلم مع اللعيب ده لعب وده ما لعبش وده انت عملت وانت ما عملتش. بالظبط كده بالظبط كده. يعني انت دي انتوا بتجتمعوا مع الامور في النقطه دي، بتجتمعوا في الجزئيه دي عشان برضه الحاجات دي برضه عامل اساسي. بتحسوهم ان اللعيبه تتعلم ولا موضوع التعليم يعني اصل دي نقطه حساسه قوي. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، في لعيبه كوره او كتير من لعيبه الكوره عندهم مش درجه التعليم بتاعتهم مش عاليه. دي بتفرق في التعامل بتاعه. المفروض مثلا من مرحله الناشئين يهتم بحته لا يا جماعه اتعلموا خشوا، بحيث ان التعليم بيوسع الافق بيوسع الراس ويخلي عنده الثقافه اللي احنا مفتقدينها تمام بنتكلم عنها، ولا بيكفينا واحنا بنكتفي بالموهبه اللي عنده؟ بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا السن الصغير ده يعني لما اشتغلت معاه السن ده بص يعني انا فرحان قوي بيه ومتمتع قوي بيه. السن الصغير ده عامل زي العجينه انا بشكلها في ايدي. بمعنى ايه؟ النهارده انا بشتغل معاهم عملي ونظري، ما ينفعش اشتغل نظري بس، ما ينفعش اشتغل عملي بس. لما بشتغل عملي نظري ما بيفهمش، لما بشتغل مع نظري ما بيفهمش، ما بيطبقش. مضطر السن ده اشتغل معاه الاثنين، اشتغل مع نظري واشتغل مع عملي. افضل اشرح تمريني، بعد ما اشرح تمريني اروح نازل معاه في الملعب اعمله له نموذج اطبقه في يعني الحمد لله فضل ربنا. حتى الولد اللي بيبقى فكره مثلا ضعيف بيستوعب وبيفهم، والولد اللي بيبقى فاهم ما شاء الله ده بيعدي ويفوق، حتى بيسهل لي انا في التمرين في الاستجابه بتاعته. بس لا انا بتكلم على التعليم العلمي اللي هو المراحل التعليميه. تمام. دي بتفرق من لعيب لعيب. يعني انت لما بتتعامل مع لعيب مراحله التعليميه ماشي كويس وبينجح وي بيكون مختلف عن اللاعب اللي بيكون مش مهتم بالنواحي التعليميه. لا هقول لحضرتك حاجه، انا برضه حته الدراسه دي انا بتكلم فيها وبتابع مع اولياء الامور، واول باول بفضل اسال اللي هو بيذاكر ما بيذاكرش. زمان النهارده طالب منك رياضه، هطالب منك برضه علم، طالب منك دراسه. يعني لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض في صف واحد، الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. في اتجاه واحد. دي الحمد لله برضه بشتغل عليها مع اولياء الامور. تمام. يعني ده بيكون بالتنسيق ما بينك. بالظبط كده. كابتن حسام نطلع فاصل ونرجع تاني. وقبل ما نطلع فاصل لو حد عايز يسأل كابتن حسام رضوان اي سؤال يكلمنا على 2401 75 70 او يبعت لنا على الويب سايت بتاعنا راديو عيش حياتك. نطلع فاصل ونرجع تاني. هم
وعايشينها كورة مع الكابتن محمد إبراهيم. ورجعنا تاني ومكملين عيشة كورة مع محمد إبراهيم على راديو عيش حياتك، ومع الكابتن حسام رضوان مدرب نادي بتروجيت للناشئين. كنا بنتكلم قبل الفاصل على اللعيبة، يعني اللعيبة في مصر ازاي انت بتقدر تتعامل مع حتة الاستيعاب للعيبة والتعليم والحاجات دي. في عندي نموذجين انا عايز اتكلم فيهم، لان اللعيبة بتطلع من مرحلة الناشئين مرحلة الفريق الاول بنفس يعني السلوكيات بتتغير. يعني اللاعب الاول بيعافر وبيحاول عشان يلعب، دلوقتي خلاص لعيب مثلا نادي اهلي نادي زمالك بقى ستار بقى، مش عارف سلوكياته نفسها بتتغير. مش ده يرجع للناشئين ولا هو طبيعته كده، ولا ده عيبها ايه الاول؟ بص يا كابتن، هي عيبها طبعا عيوب كتيره. في لعيبه بكل هدفهم واعمالهم بيطلعوا درجه اولى، وما شاء الله بيطلعوا درجه بينجحوا. اديك امثال كتيره، عمر جابر، حسام غالي، لعيبه كتير جدا، تريزيجيه. اللعيبه دي يعني كانت في الناشئين فيها مساعد في الانديه بتاعتها. اللعيبه دي هي عايزه وحابه المجال وحابه انها تبقى حاجه، عكس في لعيبه ابتدت ما بتكملش. دي برضه حسب فكرها في الملعب وحسب هي عايزه ايه. احنا ازاي بقى نحط يعني انا مش عايز احس ان هي عوامل فرديه، مش عايز احس ان هو دي سمه شخصيه جوه اللاعب، ان انا لو عشان انا كده ممكن احس ان ممكن يعني نزقها له في الناشئين، اللي هو انت لما تبقى كذا تتصرف كذا. يعني فكرت تعامل الناشئ ان هو كنجم كلاعب ستار، ازاي تلعبه، ازاي تحاسبه لو غلط، وازاي تحطه تحت ضغط معين، ولا ده مش مطلوب في الفتره دي؟ لا، فتره الناشئين دي انا بحاسب الولد في امور كتير. اول حاجه في اخلاقياته، سلوكياته مع زمايله، يعني مع اصحابه في الملعب ومع زملائه، في توجيهه للكلام، في تقبله للكلام. في مثلا انا اسف يعني في الكلام، في مثلا الولد بيلعب ولد ما بيلعبش، ممكن يكون الولد اللي ما بيلعبش ده انا بحتاجه لماتش معين، او بحتاجه في حاجه معينه في الملعب، او بحتاجه ينزل يغير لي مجرى الماتش، او حاجه ينزل يحلها لي. الولد يحل ان الولد زميله او اللعيب يقول للعيب زميله انت لعيب دكه. دي برضو حاجه بتفرق معايا انا كمدرب. لازم اتكلم نفسيا مع الولد اللي هو بره احتياطي، اقدر اوصل له معلومه ان انت يعني بالنسبه لي لعيب اساسي. بمعنى انا بشتغل زي النادي الاهلي او انبي او الانديه الكبيره او الزمالك، بشيل ترس بحط ترس. تمام. ترس بيشتغل مكان ترس، بدي بقى للولد المعلومه ان انت لعيب عندي اساسي. كل الحاجات دي بزرعها فيه من صغره، عشان لما يطلع درجه اولى يبقى هو حاطط في اعتقاده او حاطط في دماغه ان هو لعيب في اي لحظه هينزل هيستعانوا بيه. العكس، مدرب ممكن ما يوصلوش ديت. انا كشخص انا بوصل، ممكن كمدربين كتير ما وصلوهاش. بتلاقي الولد بيطلع درجه اولى بيقعد احتياطي، بيبقى زعلان انه قاعد احتياطي. الامور بتتغير، النفسيه بتتغير. ممكن في ولد بيبص زميلي بياخد عدي 3-4 مرات، انا باخد يعني النواحي الماديه هو بياخد اكتر مني. بالظبط كده، اكيد. عشان كده كل الامور دي بتتغير. طب احنا برضو على نفس الوتيره لو اتكلمنا في حته الاحتراف، هنقول احتراف مع ناشئ. يعني احنا لو جينا نحط كلمه احتراف جنب كلمه ناشئ هتساوي لا ما ينفعش، لسه صغير. هقول لحضرتك حاجه، دي موجوده بره. تمام. يعني احنا بنشوفها، مش هنقول بره دي في اوروبا، لا احنا هنتكلم على جيراننا. موجوده في بعض الدول العربيه. تمام. وموجوده بكثره يعني بشكل كبير جدا في الدول الافريقيه. بنلاقي اللعيبه الافريقيه بتطلع من سن 8 سنين، مش هنقول بقى 15 و20، لا بيطلع من سن 8 سنين بيلعب تحت في اكاديميات، ويبدا يلعب بره وبيتصعد بشكل تدريجي لحد ما يبقى لعيب درجه اولى في المكان اللي هو فيه، دوري انجليزي، دوري ايطالي، فرنسي، وات ايفر الدوري. لكن احنا عندنا في مصر هنا تيجي تقول لولي الامر بقى، تقول له احتراف لابنك الصغير، يقول لك لا ما سيبش ابني، ما ينفعش. بص يا كابتن محمد، يعني اقول لحضرتك حاجه، الحاجات دي في مصر ابتدت تقل. انا اقول لك مميزاتها وعيوبها. تمام. النهارده مصر ام الدنيا ومصر ولاده دلوقتي. تمام. النهارده كل لعيبه الافارقه كانت بتيجي مصر تتعلم كوره وبتمشي. هديك امثال، اوتاكا، ايمانويل، اللعيب اللي هو كان في سموحه، الافريقي بس مش متذكر اسمه. المهم كانت كل لعيبه كانت بتيجي مصر بتتعلم كوره وبتمشي. النهارده للاسف شمال افريقيا وافريقيا عدتنا. بمعنى ايه؟ النهارده ابتدوا يطوروا في المدربين بتوعهم، في الانديه بتاعتهم، في الفكر بتاعهم للعيبه. النهارده احنا عندنا الولد النادي بيبقى 18 سنه مثلا 20 سنه، المفروض ده السن اللي يفتح له باب الاحتراف يقول له امشي، عشان في الاخر تعوم مع المنتخبات. للاسف بيفضل النادي ماسك في اللعيب،
يعني عايز يستفاد منه باكبر قدر، ولو حتى لو عايز يخليه يحترف لازم يبص على العائد المادي. اديك امثال برضه زي مثلا زي محمد ابراهيم، زي خالد بيبو، لعيبه كتير كتير كتير. كان كل نادي متمسك بالعائد المادي. النهارده احنا لو فتحنا باب الاحتراف ده كله هيعم على منتخب مصر بالظبط. انما احنا للاسف مفهوم من الفكر المصري او الانديه المصريه مش عايزه تفتح احتراف. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بنفتح باب الاحتراف اللعيب بره بنسبه 90% احنا بنفشل. اقول لحضرتك ما انا دي نقطه عايز اتكلم معاك فيها برضو، ان اللعيبه معظم اللعيبه او معظم اللي احترفوا من مصر بره يعني معظمهم فشل. هقول لحضرتك ليه وما زال بيفشل. يعني عارف لو احترف لعندك 10 بتلاقي واحد نجح او اثنين نجح. هقول لحضرتك ليه برضه هي ليها عوامل. العوامل اول حاجه طقوس الجو. احنا عندنا في مصر هنا السنه كلها صيف، الشتاء كلها عندنا هنا مثلا شهرين 3. تمام. اللعيب بيبقى طبيعته متعود هنا على الصيف، لما بيطلع بره السنه كلها بتبقى شتاء. في دول كتير زي بلجيكا وزي بولندا السنه كلها بتبقى صيف. بس دي لو طلع من سنه صغير هيبقى سهل ان هو يتعامل. ما انا جاي لحضرتك في الكلام. النهارده بره الاحتراف واحد زائد واحد يساوي 2. انا النهارده جايبك متواجد معاك لعيب كوره محترف، ليك في اليوم عندي 3 فترات، الصبح بعد الظهر بالليل. للاسف عندنا في مصر المنظومه غلط. بتلاقي الولد الصبح لعيب كوره، بعد الظهر رجل اعمال، بالليل عنده كافيه قاعد عليه بيديره. بتلاقي النهارده القصه كلها مختلفه خالص. انت النهارده بتتكلم في فرق شاسع. عشان كده بتلاقي معظم اللعيبه اللي بره بتطلع ما بتنجحش. هم بس 5 6 اللي طلعوا الصبح. احمد حسن، عبد الرزاق، هاني رمزي، احمد محمدي ماسك نفسه، محمد صلاح ربنا يكرمه الفتره الجايه، في تريزيجيه الفتره الجايه. يعني ده انا براهن عليه بقوه الولد ده يبقى احسن لعيبه في مصر يعني في مصر الفتره الجايه. كل العوامل دي هي اللي بتاثر. لا اقول لك عامل مهم من ضمن العوامل يمكن ما حدش بياخد باله منه قوي. اللعيب المصري واخد على المسايسه او واخد على الود مع المدرب ومش عارف ايه. بره ما عندهمش الكلام ده. بره عنده انت بتلعب كذا، انت بتعمل كذا. اللعيب المصري بطبيعته او بياخد الموضوع بحساسيه شويه، فبيحس ان كده لا ده انا كده مدرب ما بيحبنيش، وبيبدا من هنا ياثر على مستواه في الملعب وريتمه يقل ويبعد عن الملعب، ويبدا يفكر ان انا عايز امشي وعايز ارجع للبلد. فدي نقطه مهمه قوي، ان هو ان بره واخد ان المدرب، لكن احنا عندنا هنا بتلاقي في علاقه بقى يعني مش عارف، علاقه زياده شويه ما بين اللعيب والمدرب، ويهزر ويدلع والمدرب يسايسه معلش لا طب المره الجايه لا مش عارف. بره ما فيش الكلام ده. فلما اللاعب بيخرج بره بيلاقي جو مختلف، يفتكر يقول لك لا ده انا كده مدرب ما بيحبنيش انا عايز ارجع مصر. بص يا كابتن محمد، هي دي ثقافه مدرب للعيب. النهارده احنا لازم كل مدربينا لازم يتعلموا حاجه زي كده. النهارده انا كمدرب ما عنديش حاجه اسمها خير فقوس. الولد اللي اتمرن بيراعي، محترم تمرينه، محترم ميعاد تمارينه، ملتزم في تمرينه، ده اللي يلعب. ماليش دعوه بقى بولد ما بيجيش التمارين، ما بيكسل عن التمرين، بس بيجي بيلعب ماتش بيكسلني. النهارده كان كل مدرب ماشي على الفكره ده. انما النهارده لو مشينا ثواب وعقاب هننجح. انما للاسف كل مدربينا ماشيين على حب وكراهيه، حب وكراهيه، حب وكراهيه، حب وكراهيه. هي دي اللي مضيعه. ويعني وغير الحب اقول لك النقطه اللي بتكلم فيها تاني، ان اللعيب بتلاقي علاقه غريبه. اللعيب متعود ان لازم المدرب لو غلط يقول له معلش، لو يعني ولو هو كويس يقول له لا كويس. ما عندوش بقى اللي هو ثواب العقاب دي منعدمه شويه. بص انا اقول لحضرتك حاجه، طبيعه اللعيب المصري دايما بيحب يلعب تحت ضغط. اللعيب المصري كش تضغطه من بره ما يطلعش اللي عنده، لازم تضغطه من بره. النهارده احنا في مدربين في مصر بيفضلوا يطبطبوا، دي بتيجي بالعكس، بتيجي بالسلب. انا بيأثر على مستوى اللعيب. انا ككل الانديه اللي اشتغلت معاها لما بشتغل مع لعيب كضغط، اللعيب بينزل بيطلع كل حاجه انا عايزها في الملعب. بعد ما اروح مسقف له في اوضه اللبس، اروح ماسك اكلهم بيني وبينه حته نفسيه لازم اطلعه منها، يعني افوقه بنفسه. انما ما ينفعش اجامله على حساب ولد تاني او اجامله على حساب لعيب تاني. يعني ما تنفعش خالص. لا هي مش فكره، يعني مش فكره قصه مجامله قد ما احنا بنتكلم ان حته ان اللعيب لما بيحترف بره بيصطدم بواقع عكس ما هو متعود عليه في مصر. انت قلت نقطه مهمه، نقطه العوامل اللي هو الجو اللي هو حر وسقعه والعوامل الجغرافيه. وفي نقطه اللي انا اتكلمت معاك فيها، وفي نقط كتير يمكن يتكلموا. انا شفت مره كان كابتن احمد حسن اتكلم في النقط دي، وقال لك ان اهم حاجه الاصرار. قال لك اللعيبه المصريه ما عندهاش اصرار ان هي تحترف، بتحب تستسهل، بتحب تخرج بره عشان تاخد فلوس كتير وما تلعبش كتير، او ما تتعبش على قد الفلوس اللي هي بتاخدها. فلما بيخرج بره ما بيلاقيش الجو ده كله، يعني بيتصدم بقى في بالظبط كده اللي حصل وبيرجع. انت في حاجه تاني شايفها مؤثره ان اللعيب المصري او اللاعبين المصريين يقدروا يحترفوا بره؟ بص يا كابتن احمد، احنا لازم كمدرب لازم نعلم اللعيبه ثقافه الاحتراف.
نفضل نتكلم ايوه. ايه هي بقى ثقافه الاحتراف؟ عيشوا جو احترافي. انا بقول لك للاسف لمصر عندنا احنا هنا منظومه الناشئين في مصر كلها معدومه. اتكلم بصراحه. النهارده هنتكلم ناديين 3 اللي بيطبقوا الفكر ده: النادي الاهلي، نادي وادي دجله، نادي انبي لو بعد عن كسبة التسنين ومحدش يزعل مني، النادي المقاولين. ال4 انديه دول النهارده بيوصلوا للولد الفكر الاحترافي. النهارده من السن الصغير ده لازم نبدا نعيشه الجو بتاع الاحتراف. انما بقيه الانديه كلها ولا في امكانيات ولا في ملاعب ولا في ادوات ولا في مرتبات للمدربين. يعني المنظومه في الانديه كلها فاشله. انا بقول لك بصراحه. لا يعني انا ملم وشفت واشتغلت وجربت وعايش الاحداث دي كلها. ده هيودينا للسؤال اللي هو قول لنا بقى المشاكل اللي بتقابل المدربين او مدربين الناشئين بقى بشكل عام، لان ده بيأثر على الناشئ. انا لو مدرب ومش واخد حقي ووضعي ماديا ومعنويا وكل حاجه، هيأثر ان انا هكسل اشتغل او مش هدي شغلي الكفاءه الكامله، وبالتالي هيأثر على مستوى الناشئ ومستوى الناشئين في مصر. بص يا محمد، انا هكلمك بكل استفاضه. النهارده عوامل البلد او اقتصاد البلد يعني ده كله صابب على الانديه. للاسف انا عايز بس يعني اوصل معلومه لمصر او للمسؤولين عن الرياضه. النهارده الرياضه بقت اقتصاد دولي. عندك مثلا البرازيل كوره عندها صناعه، اليابان، الصين، امريكا كوره صناعه. كوره النهارده بتدخل ربح. النهارده الكوره في منها عائد مادي بيخش الدوله. النهارده للاسف احنا مثلا في اي حدث اي حاجه وقف الرياضه، وقف الكوره 5-6 اشهر، وقفها 2-3 شهور. النهارده الكوره لما بتقف في مدربين، في عمال لبس، في ناس كتير بياكلوا من الكوره، 5-6 مليون بياكلوا من الكوره. النهارده لما انت بتقف الكوره الناس دي مرتبات ما تاخدهاش، بتضطر تشتغل اي حاجه تاني بره. عشان كده في الاخر بتروح صابه على الناشئين. انا مدرب ناشئ ما باخدش مرتب، طب ما اروح تمرين ليه؟ انا اللي بستغرب له ان هم بيوقفوا كمان دوريات الناشئين. يعني انت بتوقف الدوري الممتاز عشان صعب تأمينه، بتوقف دوري الدرجة الثانية عشان الفرق اللي هتصعد ازاي ومفيش فرق نزلت. لكن انت توقف لي دوري زي دوري ناشئين ولا دوري براعم او دوري براعم اللي ما فيهوش 2 على بعض بيتفرجوا. ايه الغرض؟ يعني ايه الغرض في ده؟ ما دي بقى بص بقى، دي سياسة الدولة وسياسة يعني اتحاد كورة لازم يبص لها بمفهوم تاني خالص. لازم يفصل السياسة عن الرياضة. انت رايك في اتحاد الكورة ده؟ والله اتحاد الكوره عايز شغل كتير قوي. عايز شغل كتير. يعني اتحاد كوره انا اسف كده، عايز اتحاد كوره تاني. لسه كنت اقول لك هم محتاجين اتحاد كوره. لا انا بتكلم بصراحه. النهارده اقول لك ايه مثلا، النهارده المصالح الشخصيه عشان الكرسي دي ملهاش دعوه بالانديه. اهم حاجه انا افضل قاعد على الكرسي، ابقى قاعد مظبوط. اهم حاجه البيزنس. وفي الاخر اجامل مدرب زميلي، اجيب مدرب منتخب مصر بلدياتي، اجيب مدرب منتخب ناشئين صاحبي. للاسف ما بياخدوش بالكفاءه. لا هي اهم حاجه نطلع فاصل. وقبل ما نطلع فاصل برضو بعيد وبكرر، اي حد عايز يسال كابتن حسام رضواني يكلمنا على 2-401-75-70 او كلمنا على الويب سايت بتاعنا راديو عيش حياتك، او بعت لنا على البيج الرسمي عيشها كوره على الفيسبوك. فاصل ونرجع لكم تاني. عايشة بأحلى ليالي
ويا حبيبي الغالي مالي، طب مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي مالي، طب مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي، عايشه باحلى ليالي ويا حبيبي الغالي. بحبك قوي يا عيوني، بحبك مهما لموني، بحبك قوي يا عيوني، بحبك مهما لموني، ما يلوموا طب وانا مالي، طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي. حبي ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا، الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا، من حب الدنيا لينا من شهدها بتسقينا وبكرة مستنينا، من حب الدنيا لينا من شهدها بتسقينا وبكرة مستنينا، ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية ناسياها معاك يا عيوني، فاكرني أخاف يلوموني، ناسياها معاك يا عيوني، فاكرني أخاف يلوموني، ما يلوموا طب وأنا مالي، طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي مالي. غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا يا ناس، غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا يا ناس، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا، غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا يا ناس، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، وسافر يا أحزان سافر يا أحزان، ملكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا أمان، وسافر يا أحزان. لسه عايشينها الكورة مع الكابتن محمد إبراهيم. ورجعنا تاني ومكملين برنامجكم عيشها كورة مع محمد إبراهيم على راديو عيش حياتك مع الكابتن حسام رضوان مدرب نادي بتروجيت للناشئين. كابتن حسام مبعوت لنا من وليد حسن بيقول ليه ما عندناش أكاديميات في مصر تساعد على احتراف الموهوبين؟ في ولا ما فيش؟ في طبعا، في أكاديميات كتير قوي، في أكاديميات النهارده بس للأسف الأكاديميات خاصة. ما أنا ساعد بص هو في بس بتساعد ما شفتش، يعني هو بنشوف أكاديمية الأرسنال، أكاديمية نيوكاسل، أكاديمية تشيلسي، حازم إمام ريال مدريد، لكن بنشوف حد فيهم بيساعد على الاحتراف؟ لا صعب، استثمارية كلها مفيش حاجة. طب أي حاجة كده في ممكن يحصل.
وفي شيكو بعد بيقول اهم حاجه بالنسبه لموضوع الناشئين، يعني اهم حاجه السلوك، ومطول على كلمه السلوك دي قوي. بيهتم طبعا بموضوع السلوك طبعا طبعا اهم حاجه السلوك. انا الولد لازم ما يكونش مؤدب ما يبقاش عنده لعيب كوره، اهم حاجه لازم السلوك. يعني بتركز يعني عليه. طبعا. لكن لو لعيب كويس وسلوكه لا مش عايزه بمشيه على طول. تمام. وفي بلال علام بعد بيقول على موضوع مدرب بتروجيت الناشئين، بيقول ما شفناش ناشئين لبتروجيت، كل لعيبه بتروجيت من النادي الاهلي. اقول له والله لسه معمول قطاع جديد من ابتداء 2001 لحد 2005 حاجه ان شاء الله هتخدم مصر. يعني القطاع ده ابتدى امتى؟ لسه بقاله سنتين يعني ده بدايته بقى. بدايته بس لسه ما فيش حد بدأ لسه يعني انتوا بتلعبوا في كل المسابقات؟ عندنا من اول سن 95 وعند لحد 2002 دي لحد 2003 مسابقات، من اول 2004 ولحد 2006 مهرجانات. لكن انت يعني مثلا بتروجيت فيها فريق 20 لحد 20 سنه؟ في عندنا فريق 95 بيلعب دوري ممتاز. ده اللي انا بتكلم فيه. في وعندنا فريق 97 بتلعب دوري ممتاز. بقى منها لعيبه ليه متصعده مثلا؟ ربنا يستر. احنا الفتره الجايه ان شا الله شغالين على ان احنا عايزين نخدم نفسنا بنفسنا، نطلع من تحت لفوق. هم بيقولوا ان الدعم اتشال مع بتروجيت الدنيا خفت طبعا. ما بقاش فيه سيوله زي الاول بقى. انت اصلا بتميل في الملعب لأنهي طريقه؟ بتميل للطريقه الدفاعيه ولا الطريقه الهجوميه ولا بتميل للتوازن؟ والله النهارده الفكر الاحترافي او الكره الجديده في العالم كله عامه الكره الهجوميه. ببدا بضغطي من فوق على كل اجزاء الملعب. النهارده لما بضغط حسب امكانيات اللعيبه اللي عندي، الحمد لله اللعيبه اللي عندي امكانياتها كلها كويسه جدا، ما بخافش. بلعب النادي الاهلي زي ما بلعب مركز شباب الحموديه مثلا، كله على نفس نهج واحد، ما بغيرش فكري خالص، ودايما بحب في الشكل الهجومي. احنا نفسنا برضه ده، اصل انت لما اللعيب يبدا من صغره ومتعود ان هو يلعب قدام النادي الاهلي وبيهاجم، لما هيكبر هيبقى عنده نفس الفكره. بالظبط كده. انا برضه افتكر على ايامنا يمكن فتره لعبت كان قدام النادي الاهلي، كان الجيل بتاع احمد علي العباني وشريف اشرف، وكان فريق قوي، وشبيته محمد عبد السلام اللي راح عندكم بتروجيت فتره. كان كل الدوري بيلعب قدام النادي الاهلي مهما كان اسم الفريق، جيش، مقاولين، بتروجيت، اي فريق بيلعب قدام الاهلي بيدافع، ما تفكرش تهاجم. لكن لما انا اشوف بقى من وانا صغير متعود ان انا لا بهاجم النادي الاهلي وبجيب فيه جون، حتى لو هو جاب فيا جون، لما اجي اكبر الموضوع هيختلف والدوري عندنا هيختلف. عكس ما بنشوف الدوري الممتاز دلوقتي نفس القصه، بتلاقي لعيبه ماتش كل اللعيبه بتلعب في 18 تيجي وهم مش طبيعي ان انا العب قدام النادي الاهلي. انا اقول لحضرتك حاجه، هو النهارده اللي ناشئين حسب الناشئ اللي معايا او حسب امكانيات الولد اللي معايا. الولد اللي معايا امكانياته ضعيفه ما بهاجمش، الولد اللي معايا امكانياته قويه او الولد عنده جراءه بهاجم. الحمد لله انا اختياري لاي لعيب لازم يكون عنده كره هجوميه عشان اختاره، لازم يبقى من اساسيات فرقتي. يعني الحمد لله مثلا في النادي لعبت النادي الاهلي، عملت ماتش جامد، لعبت الزمالك، ام بي، يعني الحمد لله بهاجم، ما بحبش الدفاع خالص. دي وبتكسب طيب ولا يعني فضل ربنا بقى بعمل اللي عليا. طب قول لي كده، يعني تعامل الناشئين مع الحكام في برضه حته الاعتراض، وبرضه الطفل متعود ان هو او الناشئ الصغير متعود ان هو بيتفرج قدام التلفزيون كتير، مثلا بنشوف اللعيب ايا كان اسمه بيشوح يعني متضايق من القرار ده، بينتقل بشكل للعيبه موجود ولا؟ بص يا محمد، هو انا دايما في محاضراتي بعلم ان الولد ملوش دعوه بالحكم. الحكم بشر، ممكن يخطأ، ممكن يبقى كويس، ملوش دعوه بالحكم خالص، يركز على الكوره. الحكم قراراته ايه، احنا مالناش دعوه بالحكام خالص. الحمد لله كل لعيبتي مالهاش دعوه بالحكام، اهم حاجه بتركز في الملعب. دي لازم المدرب ينقلها للمدربين، للعيبه بتوعه او لاولاده. يعني هي دي كمان خلي بالك ان لما انت ما ينفعش تقول لي ما تعترضش وفي وقت من الاوقات عليك انت بتعترض على الحكم. بالظبط كده. كنا بنشوف مدربين مثلا يقعدوا يقولوا لنا بين الشوطين لا اوعى تعترض، اوعى تلعب بالحكم، العب على الصفاره، الكلام ده كله. وفي نص الماتش او مع مرور وقت قليل من الماتش تبدا تلاقي المدرب نفسه بيعترض. فده برده دور من ضمن ادوار المدربين، ان هو لازم يلتزم بالتعليمات عشان اللاعب حتى يبقى طالع ما عندوش الشد العصبي ان انا بقعد اعترض كل شويه واشوح. المهم يعني مش موجود عندنا حته الاعتراض في الناشئين. لا مش موجود خالص في الدوريات عامه. بنظرتك كده لا مش شرط الفريق. اصلا حضرتك حاجه يعني برضه انا المهم دي السنه دي او خلال فتره قعدتها في الفتره اللي فيها دي،
المدرب بيبقى مهرج مع الاولاد في الملعب، بيفضل يهزر ويضحك معاهم، بيحسسهم ان هو مش ضاغط عليهم ولا على المنافس ولا يعني الفرقتين عامه. الحكم بيبقى مهرج مع الفرقتين، تلاقي الولد بيبقى متقبل وحابب يهزر ويضحك. ما لسه برضه عايز اقول لك الحكم برضه ليه دور، ان انا ما ينفعش ابقى مع الناشئين بتعامل بالحزمه والقوه اللي انا بتعامل بيهم مع فريق ناشئ اكبر مثلا، مش هتعامل مع 14 سنه زي ما بتعامل مع 20 سنه. بالظبط كده، برضه دي دور بيختلف معاها الحكم. منتخب مصر بقى للناشئين، كنا بنتكلم في نقطة ان بره الوضع بيختلف عن هنا. يعني احنا هنا اخر حاجة نفكر فيها الناشئين، وطبعا للأسف احنا فشلنا في كل المراحل السنية للشباب والناشئين مع منتخبات مصر عكس بره. انا عايز اعرف ليه، وبعد ما تقول لي ليه فشلنا نعمل ايه، او ايه الفرق ما بيننا وبين ليه بره بينجحوا واحنا هنا ما بننجحش. تمام، هقول لحضرتك حاجة. احنا لسه النهارده كنا بنتكلم عن اختيار اتحاد الكوره. تمام، اختيار اتحاد الكوره للمدربين. ماشي، النهارده مدربين المنتخبات دي لازم يبقى ليه سمات معينه في كل حاجه، في السي في بتاعه، خبراته، في الفرقه اللي مرنها، الفرقه اللي اتعامل معاها. للاسف كنا كان في كابتن محمود، كان في كابتن عمرو ابو مجد، كان ماشي بخطه كويسه قوي، كان لامم سيفات بتاع كل المدربين، كل مدرب جايب خبراته، جايب الداتا بتاعته كامله من الاتحادات، من الاتحاد، من المناطق. ابتدى الراجل يشتغل مع كل مدرب كاصناف، رقم 1 2 3 في كل فرقه، حط لهم حوالي 18 مدرب، قال لك هم دول اللي يصلحوا للمنتخبات. كل منتخب فيه 3 مدربين، اختار منهم اتحاد الكوره. مشوا على القصه دي، جه بعد منها الدنيا كلها اتغيرت، كابتن عمرو مجدي مشي، اتحاد الكوره جه النهارده اختار مدربين. يعني العلم عندنا بقى مجاملات، ما حدش عارف الحقيقه فين. النهارده جت اصفرت على المنتخب بايه؟ بالسلب، كل المنتخبات الناشئين خرجت. تعالى بقى بص للبلاد الافريقيه، بلاش اقول لك البلاد الاوروبيه او شمال افريقيا خاصه. شمال افريقيا خاصه عدتنا في مراحل كتيره، النهارده بقى بيثقفوا المدربين بتاعهم، حتى المدرب لو هيجي مجامله برضه ناجح ولم بكل حاجه. النهارده افريقيا، نيجيريا ولا الكاميرون ولا غانا ولا غينيا، كل لعبتها محترفه بره. احنا عندنا السن ده ما حدش محترف، مش كده بره بينجحوا واحنا ما بننجحش. والاعداد مختلف، يعني احنا بره بنشوف يعني بيهتموا مثلا بالناشئين من وقت بعيد، عكس احنا عندنا هنا لازم انت ممكن يجمع لك منتخب قبل البطوله بسنه او قبل البطوله بسنتين، ويبدا يضغط لك اللعيبه ويجيب 40 50 لعيب ويبدا يختار منهم، وده برضو ضغط. حته ان انت تختار لعيبه كتير في وقت قليل ده ضغط على اللعيبه. اما بره بتلاقي الموضوع مدي مساحه مش اقل من 6 7 8 سنين، يعني ما عندوش مشكله هو يأهل لك لعيبه لحد السن ده. بص يا كابتن محمد، حضرتك كويس كنت في النقطه دي. النهارده عندك بلاد عربيه ابتدوا يجنسوا لعيبه لكاس العالم 2022 من السن الصغير اللي هو سن 2002 و2003، يعني بياخدوا اللعيب اللي عنده 13 سنه يجنسوه لكاس العالم 2022. انت النهارده بتتكلم في 7 سنين، يعني 7 سنين هيبقى عنده 20 سنه، قمه النضوج الكروي. مثلا عندك الامارات مش على نفس الموضوع، عندك قطر، عندك الكويت، شغالين على نفس النهج ده من دلوقتي. اخد اللعيبه اجنسه، اخده بقى من مصر، من شمال افريقيا، من افريقيا نفسها. احنا للاسف ما بنفكرش في الفكر ده خالص، ولا حتى محطوط في الحسبان. هو بعيدا عن نقطه التجنيس، لكن فكره اعداد الفريق من 7 8 سنين ده النقطه اللي بنتكلم فيها. يعني الناس بتفكر فين وانت هنا لسه يعني انت لسه هنا بتختار اللعيبه المنتخب الاولمبي يعني عندك لعيبه. طب انت شايف يعني ازاي نقدر نوصل زي الناس دي على الاقل؟ ما اصل انا بصراحه بحس ان هي حاجه مش حلوه لما يعني مصر المفروض سباقه، حتى في الدول العربيه والافريقيه معروف ان مصر رقم 1. لما اجي انا بقى يجي عليا وقت واحس ان انا عايز افكر ابقى زي الكويت، طبعا مع احترامي للشعب الكويتي او لدوله الكويت ودوله الامارات والسعوديه، لكن مصر متعوده ان احنا سابقينهم في ترتيب وفي تصنيف وفي منتخبات وفي بطولات، فانا هيجي علينا وقت دلوقتي نفكر ان احنا نبقى زيهم. بص يا كابتن محمد، لازم النهارده عشان تبني خطه ابنها ل 10 سنين قدام او 12 او 20 سنه قدام، واي حد يتغير يجي نكمل بقيه الخطه. انما احنا للاسف تبني خطه لمده سنه سنتين، زي كابتن فاروق جعفر كان مسك مدير فني الاتحاد، مشي بمفهوم، يتغير، جه بداله كابتن محمود ابو العينين، لغى الفكر بتاع كابتن فاروق جعفر، عمل فكر لنفسه، جه كابتن ابو العينين مشي، جه كابتن محمود سعد يمشي بفكر ثاني. اصبح النهارده كل واحد بيجي بياخد فكر ثاني يروح لاغيه، عامل فكره اهو. لو انت النهارده حطيت خطه لمده 20 سنه للكره المصريه وكل جهاز هيجي يتغير، الخطه دي تحط عن طريق لجنه مثلا، من طريق لجنه. بص مصر سباقه باولادها، يعني ما شاء الله تعالى الكوادر. عندك كابتن فتحي مسير
عندك كابتن طه اسماعيل، الشيخ طه اسماعيل، عندك كابتن شعب شافي، عندك كابتن حسن شحاته، عندك ما شاء الله اسماء. قلت لك ان هذا السنه الجايه مش هنخلص. الناس دي كلها بتقعد تعمل لجنه، تحط تعمل خطه للكره المصريه، وحتى اي مدير فني يجي الكوره يمشي عليها بالظبط كده. لكن مش كل واحد يجي، مش كل واحد يجي قرار فردي ونحارب بعض بقى ونتكلم مع بعض. في الفكره بتاعت كابتن فاروق جعفر الفتره اللي قضاها كابتن فاروق جعفر، والله كابتن فاروق جعفر ما كانش ملم بامور كتيره، ما كانش ملم بالناشئين بالظبط كده، ما كانش ملم يعني ما عندك كابتن محمود سعد ما شاء الله، الراجل ده في المطبخ زي ما بيقولوا. الراجل النهارده ماسك محاضر في الاتحاد الافريقي. كل شغله الشاغل الناشئين والبراعم والقطاعات الناشئين. النهارده الراجل في المطبخ عارف اللي بيحصل تحت وملم. هو ان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه المفروض على خطه هو عاملها هينهض بكل الحاجات دي. احنا عملنا كبير في ربنا ان هو يعدي بالكره المصريه. انا ليه ركزت على كابتن فاروق جعفر الفتره اللي قضاها كابتن فاروق جعفر؟ لغى دوريات، كان لغى ساعتها كده، لغى 93 وقعد ناس مع ان كان في لعيبه كويسه جدا. انا عايز اقول لك هم للاسف جه عليهم طبعا، انت عارف حته القيد مضايق العمليه شويه. اللعيبه دي احترفت في دول او دوريات، اي نعم دوريات غريبه بس متالقين، يعني فيهم 2 محترفين في تايلاند. يمكن اعرف حد منهم كان بيلعب في نادي الداخليه، ودلوقتي هو بيلعب في تايلاند. كذا لعيب مصري على فكره سافر تايلاند واللي بيسافر اوكرانيا بسبب ان القيد ما بيسمحش ان الانديه الثانيه حتى تاخد. صراحه حاجه كابتن فاروق جعفر خلص يعني في جيلين ماتوا، اللي هو 93 94 وبدا بجيل 95. السنه الجايه جيل 95 ده 96 دول خلاص هتبدا بجيل 97، ولسه بقول لك يقال هيكملوا السنه الجايه بجيل 95 هتبقى مسابقه ب 96 مسابقه. لسه الحاجات دي لسه ما حطهاش، ده كله حسب الكابتن حسام البدري، حسب هو يقرر يقول لك انا عايز المرحله السنيه دي ولا لا. انما الكابتن فاروق جعفر قضى على 93 94. انت قصدك ان هم يعملوا دوري 21 سنه؟ هو لسه هو يقال ان هم يعملوه. الدوري دوت اللي بينزل منه 3 من الدرجه الاولى يلعبوا بالظبط كده. ودوري قوي على فكره، ده مرتبط بالدوري الممتاز. النهارده مثلا ان الاهلي بيلعب انبي تحت، بتلاقي في ال 20 سنه برضه بيلعب انبي نفس الجدول، هو بيبقى نفس وفي 3 من اللي يسمح الدرجه الاولى بينزلوا تحت ينزلوا يقوي الدوري، وفي نفس الوقت يعد لعيبه للدوري بالظبط. ده لسه مستنيين في كابتن لسه حسام بدري ولا حد هو اللي هيقرر. كابتن حسام برضو في اللعيبه مثلا انا هتكلم برضو براحتي. يعني عندنا لعيب زي حسين السيد لعيب كويس جدا، ناشئ صاعد من النادي الاهلي، راح فتره نادي مصر المقاصه، تالق اكتر، رجع النادي الاهلي تاني، لعيب كويس بكل المقاييس، عنده كل الامكانيات. لكن حسين السيد يلاحظ يعني بتاخد عليه سلوكياته، وكان ليه في ماتش بتروجيت حصل كده مناوشات مع احد المدافعين وضرب اللاعب، والحكم ما خدش باله وتم ايقافه من قبل اتحاد الكوره 4 مباريات. وبعد ما رجع كان ليه واقعه غريبه يوم الاثنين اللي فات. حسين السيد زعق مع جريده. طبعا انت عارف الاجانب ما بيهزروش، احنا لو مدرب مصري ممكن يلم الموضوع، لكن الاجنبي ما هزرش، طردوا من التمرين، طردوا من النادي، وكان رافض ان هو يشاركوا في المباريات اللي جايه. لكن الكابتن علي عبد الصادق لم الموضوع وقال احنا نتعامل مع الموضوع بشكل احترافي، ونفرض غرامه ماليه على اللاعب، بس غرامه ماليه كبيره، ويلتزم بعد كده، ومالناش دعوه بحته الايقاف. انا عايز يعني ليه الناشئ بيوصل للمرحله دي؟ هل الغرور رقم 1 بيقابل الناشئ؟ دي نقطه انا عايز اتكلم فيها. يعني اول حاجه بتهد اللاعب الغرور، واول باب بيقابله لما بيوصل لمرحله النجاح الغرور، واللاعب والناشئ بيبقى طالع بيتعامل مع النجاح بفشل. ليه؟ هقول لحضرتك حاجه. بعد احترامي لكابتن حسين السيد، هو شايف نفسه باك ليفت، مفيش ليه بديل باك ليفت. لو ليه بديل باك ليفت قوي عمره ما يعمل حاجه ممكن زي ده. رقم 1. رقم 2، النهارده النادي الاهلي يعني عنده مبادئ ما كانش عمره بيغيرها. لعيبه كتير ياما اتذبحت بمواقف زي دي وقرارات زي دي. النهارده جريده صح، قراراته صح، النادي الاهلي قراراته غلط. النهارده انت عملت حاجه زي كده، النهارده خد بقى من الموقف ده موقف ثاني كتير مع لعيبه ثانيه كتير هتعمل نفس الموقف. طالما هترسى عليا بغرامه ماليه، لا انا مش مع النادي الاهلي، انا مع جريده في الموقف زي دوت. النهارده حسين السيد لو فكر في حاجه زي كده، هو شايف نفسه ان هو باك ليفت النادي الاهلي، مفيش بديل. هو فعلا جريده ما بقاش مقتنع كويس بصبر الرحيل، وده مضايق العمليه عليه شويه. طب انت برضو لسه معايا في حته ان سلوكيات الناشئين محتاجه مجهود كبير من المدربين؟ طبعا مجهود
يعني كبير جامد، وفي نفس الوقت المنظومه من تحت اتحاد الكره يعني يظبطها شويه. يظبطها ازاي؟ بمعنى النهارده الدوري البراعم والمناشين ده يعني ما يقفش خالص عشان الناس تعرف تشتغل. النهارده المدرب يجي يشتغل، يجي يطلع الطاقه اللي عنده، يجي يوصل للعيب افكار جديده. انما انت النهارده تيجي تروح في دوري الناشئين. انا بصراحه مستغربها، يعني لسه كنت بقول لك انا معاك يوقف الدوري الويرد عشان في عدم تامين المباريات، ده اللي رقم واحد بيقولوا احنا مش هنقدر نامن المباريات الفتره اللي جايه. لكن انا بستغرب قوي لما توقف ماتش فتره، بالعكس انا عندي اعد الناشئين الفتره دي عشان لما الدوري يرجع بدل ما انا عندي لعيب او اثنين في الناشئين كويسين، لا يبقى عندي 5 6 والدوري شغال. الموضوع مش محتاج تامين بالظبط كده بالظبط. لا مش هو لازم يبص لها المصدر دي، لازم. يعني النهارده دوري البراعم لا ما يقفش، دوري الناشئين ما يقفش. انت بتقفوا ليه؟ النهارده ليبيا، سوريا، دوري العراق في دوري، ودوري مش شغال، ودوري درجه شغال. لا ده فيها دوري بيتلعب. يعني انا سوريا دي كان وقت ما كانت الدنيا بايظه خالص كنت بتفاجئ ان هم بيلعبوا في دمشق الدوري بتاعهم، وليبيا والصواريخ تضرب من فوق وهم بيلعبوا كوره الصواريخ شغاله. كابتن حسام شرفتنا ونورتنا، وطبعا دي كانت حلقه من اولى حلقاتنا على فكره كيفيه اعداد الناشئين في مصر، وان شاء الله مش هتكون الاخيره. لكن احنا بيهمنا وجود مدربين على مستوى عالي مع الناشئين. انت يعني انت كنت بتدرب نادي اف سي مصر. نادي اف سي مصر يا جماعه على فكره هو حاجه كده عامله زي نادي وادي دجله، نفس المنظومه ونفس الفكر الاداري والاستثماري بتاع نادي وادي دجله، وهيكون ليه شأن خلال ممكن نقول 4-5 سنين اللي جايين ان شاء الله. فكابتن حسام كان ماسك الفريق الدرجه الاولى مع كابتن حسام الشافعي تقريبا، مدرب عام كان ماسك مدرب عام مع كابتن حسام الشافعي. لكن حاليا اتجه للناشئين. احنا محتاجين المدربين ذو الخبرات او المدربين اللي يقدروا يفيدوا الناشئين، محتاجينهم تحت اكتر ما احنا محتاجينهم في الدوري الممتاز عشان خاطر يقدر يطلع لنا ناشئين كويسين او على مستوى عالي. كابتن حسام شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن محمد، والله انا سعيد والله بيك، وسعيد جدا بكل مستمعينا. ربنا يخليك يا كابتن، وان شاء الله استنونا كل يوم 4 على راديو عيش حياتك من الساعة 8 للساعة 9. وقبل ما انهي احب اشكر مهندس صوت مصطفى احمد، واحب اشكر الاخراج علي عسلية، وان شاء الله معادنا الاسبوع الجاي الساعة 4. استنوا.